ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رايكم في الطبق القمر ده؟ بجد شويه بطاطس بالخلطه تحفه، يعني تستاهل كده بقكم، تنفع معاكم في الفطار، في الغداء، في العشاء، في اي وقت. اكله اقتصاديه واكله صيامي واكله على قد ايدينا، بس بجد طعمها رهيب جدا. وكمان سريعه، مش بتاخد وقت خالص، يعني في 5 دقايق كده هتكوني عامله الطبق الجميل ده، محبش كده ويفتح النفس. معايا هنا 3 4 وحدات كده من البطاطس، يعني هتعملي الكمية حسب ما انتي عايزة. هقطعها كده يعني رقيقة شوية، مش شيبسي، يعني مش زي الشيبسي كده، ولا تخينة زي اللي هي الصينية، يعني وسط كده عشان احنا هنحمرها فتستوي معانا على طول. بعد ما قطعتهم معايا بقى هنا زيت كده سخن، وهبدأ اقلي البطاطس او احمرها تحمير كامل، يعني مش نص تسوية ولا حاجة، لا هحمرها تحمير كامل. لو الكمية معاكي كتيرة حطيها على مرتين في الطاسة عشان تتحمر معانا وتستوي كويس. عشان كده بقولك ما تخليهاش تخينة قوي، عشان على ما تتحمر تكون البطاطس كمان استوت معانا. انا هنا قسمت الكمية كده على مرتين، طلعت الجزء الاول وحطيت باقي البطاطس. على ما حطيت باقي البطاطس الجزء التاني يتحمر، هجهز بقى الخلطة التحفة دي. معايا هنا نص حزمة كده من البقدونس او كزبرة لو مش موجود البقدونس، ومعايا بصلاية صغيرة، ومعايا قرن فلفل رومي، ومعايا فصين توم. وهنتبل بقى بملح وفلفل وكمون. هنحبش الخلطة بتاعتنا دي، يعني هي دي اللي هتحبش الطبق بتاعنا وتدينا الطعم الحلو. كمان هنعصر ليمونة. هنا اهو قطعت البقدونس والبصلاية كده صغيرة، قطعها كده ناعم، والفلفل الرومي، فصين من التوم، نص معلقة من هريسة الشطة حسب الرغبة، رشة بقى من الملح، والتوابل فلفل اسود وكمون وكزبرة ناشفة. التوابل بقى ديت مع الخلطة اللي هتدينا الطعم الحلو للطبق بتاعنا، رشة شطة كده صغيرة، وعصير ليمونة. يعني عايزة اقول لكم بجد الخلطة دي تحفة، هتودي طبق البطاطس ده في حتة تانية خالص. قلبي بقى كل الخضار الحلو ده كده مع بعضه، وافركيه كده كويس، او ممكن تلبسي يعني جوانتي وبايديكي كده تفركيه كله. عايزاه كله يختلط كده مع بعضه. بشيل كده بس معلقتين عشان هحطهم على وش الطبق، وبعدين هنزل بقى البطاطس على الخلطة دي، وهقلبها كده كويس قوي فيها. عايزة كل البطاطساية تتغلف من الخلطة القمر اللي احنا عاملينها دي. ويا سلام بقى، قلبيها بقى كده واخلطيها وسيبيها كده دقيقتين 3 قبل تقديم الاكل، عشان البطاطس تتشرب بقى من الخلطة الحلوة دي وتاخد كلها كده من طعم بعض. ونقدمها بقى في الطبق كده التقديم. شايفين الطبق بجد لوحة فنية، الالوان والخضار، بجد طبق مغذي فعلا ويفتح النفس. يعني هنجيب بقى العيش بتاعنا البلدي ده او العيش البرده ده، ونعمله كده، ندخل الرغيف في بعضه كده زي الجيب كده، واعملي بقى سندوتشات كده في الفطار، في الغدا، في العشاء. بجد مشبع جدا ولذيذ وطعمه تحفة، ومش بياخد معانا وقت خالص. بتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش اللايك، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.